هل تعاتب نفسك كل ليلة على شيء حدث وانتهى؟ هل تعيد اللوم في رأسك مراراً حتى تفقد احترامك لذاتك؟ إذن أنت لا تنتقد نفسك، أنت تجلدها. ما هو جلد الذات؟ جلد الذات هو تلك المحاكمة القاسية التي تقيمها لنفسك على كل خطأ صغيراً كان أم كبير. هو أن ترى في نفسك دائماً الجاني ولو كنت المجني عليه، أن تعيد كل موقف وتبحث فيه عن ثغراتك، عن كلمات ما كان يجب أن تقولها أو فرص أضعتها، ثم تعاقب نفسك صمتاً أو لوماً أو احتقاراً. كيف يبدأ جلد الذات؟ غالباً يبدأ من الطفولة، حين نربى على الكمال، على أن الخطأ عار وأن النجاح فقط هو ما يعطيك قيمة، فنتعلم أن نخفي الألم ونكابر حين نفشل، ثم نعاقب أنفسنا حين لا نكون كما يجب. يكبر فينا صوت داخلي، صوت لا يرحم، لا يسامح، لا يرى إلا النقص. النتائج: جلد الذات لا يربي فيك الانتظام، بل يطفئ شغفك، لا يقربك من النجاح، بل يشل حركتك، يجعلك تخاف من المحاولة لأنك تعرف ما سيحدث إن فشلت، ستجلد نفسك من جديد. كيف تتغلب عليه؟ أولاً، فرق بين الخطأ والهوية. أنت فعلت شيء خاطئاً، نعم، لكن هذا لا يعني أنك إنسان فاشل. الفعل لا يلغي القيمة. ثانياً، درب نفسك على التعاطف الذاتي. اسأل نفسك، لو صديقك ارتكب نفس الخطأ، هل كنت ستقول له نفس الكلام القاسي الذي تقوله لنفسك؟ ثالثاً، اكتب أخطائك واغفر لنفسك. اكتبها بوضوح، ثم اكتب تحت كل خطأ: أفهم لماذا فعلت ذلك وسأحاول ألا أكرره، لكني أستحق فرصة جديدة. رابعاً، تعلم كيف تتحدث إلى نفسك. بدلاً من أنا غبي، قل أنا اجتهدت بس في حاجة محتاجة تتضبط. خامساً، أحط نفسك بأشخاص لا يجلدونك، لأن جلد الذات معدي ويغذيه المحيط القاسي. تذكر، التغيير الحقيقي يبدأ حين تحب نفسك كما هي، حين تتوقف عن جلدها وتبدأ في تربيتها بحب. أنت لا تحتاج إلى مزيد من اللوم، بل تحتاج إلى قليل من الرحمة. وصدقني، الذين سامحوا أنفسهم هم الذين استطاعوا أن يبدأوا من جديد.